في الفيديو ده هنتكلم عن شوية حاجات بشوف بعض الرجالة بيعملوها او رجالة كتيرة والله. وانا في يوم من الايام كنت بعمل حاجات زي دي. تمام. حرفيا بتقلل ثقتك في نفسك، بتقلل هيبتك قدام الناس، بتقلل رجولتك قدام الناس وهكذا. اول حاجة وهي انك تكون بتاخد قيمتك من الناس اللي حواليك. دي لوحدها قصة تانية. دي لو عملت دي عايزة فيديو تاني لوحدها. وهي باختصار ان انت مثلا بتعمل حاجة معينة، فعل معين ممكن يكون كويس، انجاز معين، تستنى اهتمام. الاهتمام نفسه، الفاليديشن، اللي هو حد يقول لك كلمه حلوه، ده تمام، ده شيء حلو، تمام، وحاجه بتشجعك، تمام. انما لما تخليه هو المصدر الدوبامين بتاعك، او الحاجه اللي بناء عليها بتتحرك او لا. جه مثلا حد قال لك الحاجه دي غلط، فتقوم سامع كلامه. الحاجه دي صح، طب لا اعمل كذا، من الاخر كده مالكش راي. دي يعني مش عارف اقول لك ايه. انت لو بتعمل كده الحاجه دي لازم توقفها، تمام. ومفيش مشكله لما تاخد براي حد لو انت حاسس انه صح، بتتعلم منه، حد خبره احسن منك، تمام. حد قال لك مثلا الحاجه دي غلط، حتى لو اصغر منك سنا، حتى لو طفل، حتى لو بنت بالمناسبه، تمام. قالت لك والله اللي انت بتعمله ده غلط، بينك وبين نفسك انت عارف انه غلط، اما توقفها يا اسطى. ما تكبرش، فاهم. انا مش بقول لك ما تاخدش بكلام الناس، لا خد بيه، بس في الحاجه اللي فعلا تنفعك. حد بيقول لك حاجه غلط، انت شايف من وجهه نظرك فعلا ان هي غلط، المفروض توقفها، تمام. ما تكبرش، تمام. حد بيقول لك الحاجه دي يا احمد مثلا، يا مصطفى، انت لو عملت كذا انت عندك مشكله في كذا. انا عارف ان عندي مشكله في دي، او ما كنتش واخد بالي، اطورها وهكذا. انما المشكله انك اي حد يقول لك اي حاجه تقوم تسمع كلامه، مالكش راي. لازم رايك انت وشخصيتك تكون فوق الكل. الناس الحاجات دي حاجات اكسترا كده، حاجات ايه، تقدر تقول ان هي بتلفت انتباهك لحاجات معينه، وفي الاول وفي الاخر القرار لعقلك انت، مش قرارهم هم. لان كده كده الناس هتتكلم عليك، يعني سواء عملت حاجه حلوه عملت حاجه وحشه، بالسلب بالايجاب، كده كده هيتكلموا عليك، مفيش حد هيتفق عليك 100%، سواء كنت صح او كنت غلط، تمام. فلازم الراي يكون رايك انت، وان الاراء، الحاجات اللي بتاخدها من بره دي مش دايما بتكون صح، ما بتكونش مستقره دايما. فلازم الحاجه تكون نابعه من جواك انت، لان انك تاخد باراء حد دي اكتر حاجه بتمحي الهويه بتاعتك بدون مبالغه. الحاجه التانية وهي انك تقلل من نفسك بينك وبين نفسك. طبعا انت لو بتعمل كده قدام الناس فده حوار تاني، تمام. بينك وبين نفسك ما تبقى، مش هقول لك ما تبقاش واثق في نفسك وتطوير الذات لان انا ما بحبش الكلام ده. بس تبقى قاعد، انا مش هقدر اعمل الحاجه دي. انا مثلا في الجيم، انا عارف ان الاصابه جايه. انا مش عارف، انا مش هشيل الوزن ده. انا عارف ان انا لو اتحطيت في الموقف ده مش هعرف احله. انت كده حرفيا بتهين نفسك، تمام. سيبك من الاصوات دي. مش هقول لك افتخر وقول انا اجمد واحد وشغل النرجسيه اللي بيشتغلوك بيها. هو الثقه حلوه وانك تشوف نفسك اجمد حد في الكون والكلام ده، بس تبقى بحدود، وتبقى عارف انت ايه نقطه ضعفك وايه نقطه قوتك. انما لو سايب نفسك عايم للافكار ديت والافكار السوداويه والحاجات دي، فدي مشكله تانية. لان الصوت اللي في دماغك هو اللي بيكون نابع من هويتك او من شخصيتك، وهو اللي بيشكل شخصيتك بمعنى الكلمه. انت لو بتفكر دايما ان انت اقل من غيرك، الظروف دايما ما عندك، انا مخك هيتقبل الكلام ده. فطبيعي هتيجي تنتج، مخك مش هيشتغل بكفاءه، ما هو مقتنع بقى ان هو دايما اقل من غيره، فاهم. فده بيأثر على شخصيتك، بيأثر على مستقبلك وهكذا، تمام. حاجة كمان وهي انك تكسر الوعود اللي انت بتحطها لنفسك. بمعنى انا بكره مثلا هنزل الجيم، خلاص انا ما بنزلش، انا لازم اعمل فورمه، انا من بكره همسك دايت، تمام. انت لما ما بتعملش كده انت حرفيا بتخون نفسك، فاهم. يعني انت متخيل انت نفسك مثلا بتصدق خلاص انا هصحى الصبح هبتدي اصلي، هصحى الصبح ابتدي التزم في الشغل، هصحى الصبح ابتدي التزم في اكل صحي، هصحى الصبح اذاكر اي حاجه انت واعد نفسك بيها، تمام. طبعا تكون واعد نفسك بجد، انما لو بتشتغل نفسك فده قصه تانية، الفيديو ده مش ليك. دي حرفيا مفيش حاجه بتقلل من ثقتك في نفسك او بتهمش رجولتك او بتمسح هويتك اكتر من الحاجه اللي ايه، انك بتخون نفسك. اصلا انت بتخون نفسك، انت نفسك مش صادق مع حالك، فاهم. عشان كده دايما الكدابين، دايما اللي بيحوروا مش هتلاقيهم ناجحين دايما في حياتهم، او حتى لو نجح بيبقى لظروف معينه وخلاص، فاهم قصدي. لو الحاجه انت مش واثق انك هتعملها ما تقولهاش. قول انا هحاول والله ان انا اوصل للفورمه دي، خلاص على الحياه او من موت، تمام، ده طبيعي. انما مش طبيعي كل شويه مثلا انا بكره هلتزم من كذا، انا السنه الجايه هكون اشتريت شقه، انا السنه الجايه هكون بطلت عاده كذا، انا هبطل اوقف اسمع اغاني مثلا من بكره. وما تعملش كده. طبعا حاجه في التانية في التالتة في الرابعه ورا بعض، انت بتمحي شخصيتك، بتخون نفسك، مستني غيرك هو اللي يبقى صادق معاك، تمام. فقبل ما انت تعوز اللي قدامك ما يخونكش او يحترمك او يشوفك راجل، لازم انت بينك وبين نفسك تبقى كده.
لان فعلا شكلك ولغه جسدك والحاجات دي بتبقى نابعه من الافكار وطريقتك انت. ما خدتش بالك من الناس اللي بتحاول تقلد لغه الجسد وبتفشل؟ خدتش بالك بيتقفشوا ليه؟ لان الحاجه دي مش نابعه من جواه. ده شاف بوست على الميديا، ده سمع احمد مصطفى بيقول يعمل كذا فيعمل كده وخلاص. وده طبعا غلط. تمام؟ انت تعمل كده وتبقى فاهم بتعمله ليه عشان ما تقلش من نفسك. حاجه كمان وهي تقارن نفسك بغيرك، خصوصا لو ظروفه غير ظروفك. بمعنى انت واحد بتتمرن ما بقالكش سنه، هتقارن نفسك بواحد بيتمرن مثلا بقاله 10 سنين. مثلا ظروفك الماديه مش احسن حاجه، بتقارن نفسك بواحد حرفيا بينام يصحى امه بتبقى سايبه له المصروف. ودي مش حاجه عيب على فكره، كل واحد حظه في الدنيا كده. انت لو اتولدت معاك معلقه ذهب هتقعد تلحس فيها. تمام؟ فانت بتقارن نفسك بيهم. تمام؟ بتقارن نفسك في ايه؟ في القوه، في الشجاعه، بس الحاجات اللي انت تقدر فعلا انت قادر عليها. انما مثلا عايز تقارن نفسك في فلوس، اعمل الفلوس الاول وحط نفسك في الظروف اللي الراجل دوت او الشخص دوت محطوط فيها، وبعد كده قارن نفسك. بمعنى انت مثلا شغال شغلانه معينه، في حد تاني شغال نفس الشغلانه وبيقبض اكتر منك او ناجح عنك، هنا بقى تبتدي تشوف ايه الصح بقى وتعمله، ايه الغلط اللي انت بتعمله. مش هقول لك روح قلده، بس حاول تشوف انت كده عندك اخطاء. طالما انتوا الاتنين في نفس الحاجه وهو احسن منك، ففي ميزه. يعني نادرا اما تكون ميزه زي ان هي جينات والكلام ده، لان إن معظم الناس ربنا خالقها قريبه من بعض. زي كده حته الشكل، معظمنا صحتنا كويسه تقريبا، نادرا لما تلاقي واحد صحته ضايعه. لكن معظمنا بيهمل في الاكل. في ناس بتلتزم بالاكل فطبعا هيبقى في مقارنه، فيقعد يقول لك اصلا جيناتي وحشه، اصلا انا مش عارف ظروفي ايه، وهكذا. تمام؟ فلازم تبقى فاهم حاجه زي دي. يعني مثلا هو في ظروف معينه، بادئ في وقت معين قبل منك، آه، حياته وبيئته متوفر له حياه مش معاك، وتروح تقارن لنفسك بيه؟ طب ازاي؟ فاهم؟ قارن نفسك بحد زيك او الاحسن. سيبك من المقارنات عشان المقارنه دي يعني بتضر اكتر ما بتفيد، ده لو كان ليها فوائد اصلا. خليك ايه بامبارح. انا امبارح كنت ايه مثلا من السنه اللي فاتت؟ جسمي كان عامل ازاي؟ والله كان مش احسن من دلوقتي. بس انت كده فل. فلوسك، لا والله العظيم انت مقصر شويه، يبقى كده انت في مشكله. والله طب عادات كويسه انت كنت بتعملها زمان ما بقتش تعملها، كده في مشكله، وهكذا. مش هقول لك قارن نفسك بامبارح، قارن نفسك بتاع زمان. كل فتره بتتطور. شوف بدايه السنه اللي فاتت زي بدايه السنه دي، وهكذا. صدقني فعلا هتوصل لاحسن نتيجه انت مرضيه. انما ما تروحش تقارن نفسك بحد ظروفه غير ظروفك، بادئ قبل منك، متوفر له حاجات انت مش عارف توفرها، خلاص اللي عملها عملها. ف ده طبعا هيدمرك. حاجه كمان وهي انك تبقى عايش بلا هدف. انا مش عارف اقول لك ايه لو انت كده. لا، شوف افكارك، شوف انت بتميل لايه، شوف انت عايز توصل لايه. مش هقول لك احلم بقى والكلام ده، لا خالص. شوف حط اهداف واقعيه. انا عايز اعمل الفورمه دي مثلا في سنه. انا عايز في سنه ابقى اعمل فورمه. انما ما تقوليش مثلا انا في سنه هبقى زي البيج رامي ومش عارف ايه، وتفضل ايه تشتغل في نفسك. حط اهداف واقعيه، اكتبها. وبص خلاص انت على الحياه او الموت زي ما قلت لك، انت هتنفذها. تمام؟ وصدقني هتلاقي نفسك الموضوع بتعمله عادي. وصدقني الموضوع سهل. الموضوع بس عايز شويه التزام، شويه ضبط، شويه عادات توقفها عشان تعرف تلتزم باهدافك. زي انك تبطل تكلم ستات كتير وهكذا، وانك تعمل حاجات حرام كتير وحاجات غلط كتير، لان كل ده برضو بيأثر على الحاجات دي. ما هو انت لو بتكلم ستات كتير او بنات كتير وعلاقات حرام ومش عارف ايه والكلام دوت، مش هتبقى فاضي اللي انت عايز تعمله. فاهم؟ بل بالعكس، ده انت لو عندك ميزه هتروح منك. تمام؟ زي ما بنقول كده، محدش بيجري ورا الستات وبيفلح. تمام؟ طبعا انا بدي مثال، طبعا طبق ده على اي حاجه. ولما تلاقي نفسك اصلا بتطبق هدف ورا التاني وبتتطور، صدقني ده هيبني ثقتك. يعني هيخلي ثقتك كده في السماء. انا عمري ما خدت ثقه غير من نفسي، الحمد لله. اشتريت مثلا شقه، ثقتي هتبقى في السماء. عملت فورمه جامده، ثقتي هتبقى ضعف. اشتغلت شغلانه وعملت فلوس كويسه، نفس الكلام. بطلت عاده غلط كنت بعملها، بص انا مثلا من فتره الحمد لله بقى لي حوالي اسبوعين، ربنا يهديني يعني على الثبات، بطلت اسمع اغاني. حتى الاستوريات اللي بنزلها ما بقتش احط فيها اغاني. تمام؟ حاجه زي دي انا فخور بيها قوي. ثقتي كده مش عارف اقول لك في السما ازاي. تمام؟ دي الحاجه اللي تديك ثقه بجد، ان انت تبطل عادات سيئه، انك تطور من نفسك، تطور من شخصيتك، تطور من شكلك، تقرب لربنا، تعمل حاجات كويسه، تعمل خير. دي الحاجات اللي فعلا هتخلي عندك ثقه، وفعلا هتحسسك انسان ناجح. وطبعا كون ان عندك ثقه فطبعا الرجوله اكتر،
تقبل للمشاكل اكتر، كون ان يحصل معاك مشكله مثلا في المستقبل هتعرف تتعامل معاها، انت بقى عندك ثقه بقى، فاهم؟ وهكذا. حاجه كمان وهي منطقه الراحه، اسوأ حاجه ممكن تعملها في حياتك. الراحه دي بتقتل النمو بمعنى الكلمه. انت لو بتكبر كده فالراحه دي بترجعك 20 سنه ورا. نفس الكلام بتهدم الثقه بمعنى الكلمه. وخليك فاكر ان الثقه ما بتجيش من الكلام، ايه ده احمد مصطفى قال لي اعمل كده فخلاص، ايه ده انا فيها صفه ولا صفتين من اللي قالهم فخلاص كده انا ثقه. لا، ما هو انت لازم تطورها، لازم تشوف حاجات تانية. بجانب انك بتطور شكلك وشخصيتك وفلوسك، تكون بتتعلم، تكون بتقرب لربنا، بتعرف حاجات في دينك اكتر، بتقرب لاهلك اكتر، بتقدم حب ليهم اكتر، ابوك وامك واخواتك وهكذا. ما بقولكش روح ادي حب لاي حد، تمام؟ انا بتكلم معاك في الحاجات دي فعلا اللي فعلا دي الحاجات اللي فعلا هتقوي شخصيتك. انك الفعل نفسه او تعرضك للمواقف او الخطوه اللي انت بتاخدها هي اللي هتقوي تعرضك للمواقف، وانك تحط نفسك في زون زي ديت، ان انت خلاص انت لازم تطور في شكلك، في شخصيتك، في فلوسك، في قربك لربنا، لازم توقف عادات غلط، لازم اللي هو خلاص لازم تعمل كده. دي اللي هتخلي ثقتك اعلى. طبعا لما بالذات تعملها ثقتك هتضرب اكتر، فاهم قصدي؟ انما هتفضل في منطقة الراحة انت فاكر نفسك صح، فاهم؟ فدي يعني مش عايز اقول لك ان دي صفة مش ذكورية اصلا، تمام؟ فبلاش تحط نفسك في زون الراحة. ولازم تفتكر ان الكلام ممكن تبتدي ايه كخطوة بس، تمام؟ انك تسمع كلمتين يشجعوك تاخد الكلام. يعني تقدر تقول كده ان الكلام دوت وهم، هو حرفيا بلو بيل. اللي واخد بالكلام ده بلو بيل، تمام؟ فثقتك مش هتعلى غير بانك تواجه نفسك، تعترف بغلطك، تصلح اخطائك، تطور من نفسك. مش قصه تاخد كلامي فايه ده انا هسمعه، ايه ده احمد مصطفى بيقول لا، انك تعمل كده بجد. يعني انت لو سمعت كلامي وحفظت وفهمت وكل حاجه من غير تطبيق، انت كانك ما سمعتش الفيديو، تمام؟ حاجه كمان وهي انك مش بتدافع عن نفسك. مش بتدافع عن نفسك ان هو لما واحد مثلا يحاول يقل منك تقوم انت تقل منه. انت ممكن تقل منه بالطريقه، بس انك مش بتحط حدود، سواء لراجل او لست. انت في كل مره بتسمح للي قدامك ان هو يقل منك، خصوصا الستات، عقلك بيعتبر ان ده عادي. الطبيعي ان انا اجي اقول لك هو انت غبي، الطبيعي ان انا اجي اقل منك اقول لك بس يلا اركن على جنب، وهكذا. عقلك اتبرمج على كده. فانت ثقتك هتبقى عاليه ازاي بالكلام ده؟ فلازم تبقى فاهم حاجه زي دي. يعني تقدر تقول كده انك بتدرب نفسك على انك ضعيف، انت اللي بنفسك بتحط نفسك في المشكله دي. حتى والله دايما مشاكل الرجاله والستات بشوفها ان المشكله في الغالب ان لم يكن 100% جايه من الراجل. هو اللي سمح لها كده من البدايه. ايه ده البنت بتقلل مني، البنت دي مش طب ما انت اللي عملت كده في نفسك. هي البنت هتيجي تشتمك بامك كده مره واحده؟ في ما بيحصلش. هتيجي تقل منك مره واحده؟ لا، هي بتقول لك مثلا من تحت لتحت هزار وبتعدي طبعا. ده اللي احنا عارفينه زي الشيت تيست او الاختبارات عامه. فلازم تفهم ان الثقه بتتفرض بالحدود، انك تفرض سيطرتك كده، انت الكلمه دي ما تتقلش تاني خلاص، تمام؟ مش على امل ان ايه ده ممكن يبطلها، على فكره انا زعلت لا مش كده. الاختبارات موجوده في الرجاله والستات على فكره، انا قلت لكم قبل كده ان هي موجوده في اي كائن حي، تمام؟ فعشان ما تقللش من نفسك سيبك من اللي قدامك شايفك ايه او الفرص، انت ثقتك في نفسك هتقل. حاجة كمان وهي انك تحاول تبقى راجل كامل، ودي مشكلة لانك بتيجي على نفسك. اي راجل انت بتثق فيه، انت دلوقتي بتتفرج عليا، بتتفرج على اي حد بيقدم محتوى، اي حد مشهور، اي حد واخده قدوة عامة، لازم تعرف انه عنده عيوب. مش شرط يطلع يقولها لك، مش بقول لك اطلع قول يا رجالة انا مثلا انا عندي كذا، لا، تمام؟ عادي بينك وبين نفسك، بس ما تحاولش تقول انا ما عنديش عيوب. لازم تفهم ان المصداقية بتخلق الثقة بينك وبين نفسك. سيبك من الناس دلوقتي، انا بكلمك عليك انت دلوقتي، تمام؟ وان القناع ان انت تحاول تبقى كامل. طبعا انت دلوقتي قدامك حد عايز تراضيه او عايز تبقى كويس معاه، هتكلي يعني بمكيال معين. حد تاني مكيال، بقى عندك مكيالين، ثلاثة، أربعة، انت نفسك فقدت نفسك. والمشكلة ان هم هيقفشوك، انت واخد بالك؟ يعني هم هيعرفوا، فاهم؟ فما تجيش على نفسك على حساب حد، لان هي اكتر حاجه انك تخليك تخسر نفسك هي انك تحاول تراضي حد، تمام؟ لو انت غلطان ماشي، تمام؟ انما لو مش غلطان ما تراضيهوش، مش عادي، ايه المشكله؟ انا هنا في التشانل بقول اراء بتكون مخالفه تقريبا للريد بيل كله، عادي. انا مش مجبر ان انا مين الريد بيل، يعني مش فاهم. دي نازل من السما، اللي بيقدم محتوى مثلا بيقول كذا، حد بيقول لي انت كلامك متنافي مع كذا، بقوم ماسح الكومنت.
اللي هو انت بتكلمني على اساس انه نبي، يعني ما ايه يعني ما اختلفت مع القرآن مثلا. فلازم تفهم ان انت ما ينفعش تتبرى من عيوبك، تحاول تصلحها طبعا، ما تحاول ما تتمداش فيها، انما ما تضحكش على نفسك وتقول انا ما عنديش عيوب وانا مش عارف ايه وانا اجمد واحد وانا مش عارف ايه والكلام ده، عشان تبين نفسك كامل. لان كده كده الموضوع هيجي عليك انت في الاخر، مفيش حد خسران في اللعبة دي غيرك انت. حاجة كمان وهي انك تستنى موافقة الطرف التاني، ودي مشكلة خصوصا لو بنت. ليه بقى؟ انت دلوقتي مثلا مستني تعمل حاجة معينة، فمستني طبعا تاخد رأي السنيورة بتاعتك، صاحب عمرك. بص، هو لو فاهم وداخلين مشروع سوا، او انت حاسس ان هو انت واخده قدوة، ماشي، هنا ما بقولكش انت غلط. بس المشكله لما يكون هو بني ادم زيه زيك. يعني مثلا انا دلوقتي جيت قعدت معاك، انا مثلا واحد بقبض 10000 جنيه مصري، تمام؟ انت جيت قعدت معايا، انت بتقبض 11000، فلما انت تستنى رايي او موافقتي في ان انا اوافق لك تعمل مشروع معين او لا، او تتقبل في الشركه دي او لا، فدي مشكله، لان انا مش اعلى منك. لو انا بقبض 30 40 50 ممكن تاخد رايي، ايه ده احمد مصطفى واخد خبره شويه، فاهم شويه في المجال دوت، فانا اخد رايه. انما الموافقه والتنفيذ بيكون نابعين منك انت. مفيش مشكله زي ما قلت لك تاخد راي حد، بس انما تفكر في الكلام. طب احمد مصطفى قال لي، طب اشوف الكلام ده صح، خلاص اعتمده. غلط، دور وراه. انت ممكن تبقى شايفه غلط وهو مش غلط. انت في الاول وفي الاخر ربنا خلقك بعقل، ربنا ما خلقكش تاخد رايك من حد تاني، تمام؟ انت ممكن تاخد مثلا زي ما قلت لك في الاول راي بسيط كده، اللي هو تشوف مثلا تعدل من الغلط وتحسن من نفسك بس، انما ما يكونش هو كل حياتك. ولازم تفهم ان الثقه حرفيا بتتمحي لما بتعتمد على موافقه حد تاني، حتى لو الحد ده كان الاهل، تمام؟ لازم موافقتك تبقى نابعه من جواك انت. حاجه كمان ودي مهمه، مظهرك نفسه. مش بقولك ان انت هتعمل سكين كير وتبقى فورمة بيج رامي والكلام ده، تمام؟ لازم تبقى فورمتك يا عم، حتى ما تكونش رفيع ولا مدهن، تكون مثلا فورمة واحد بيتمرن بقاله سنة. مش بقول يا عم بتتمرن مرتين، مرة يا سيدي في الاسبوع. بتكون بتنام كويس، بتاكل اكل كويس، لان ده طبعا هيعود على صحتك، فشكلك هيبقى احسن. وطريقة لبسك نفسها، ما تروحش تلبس. انا والله العظيم بستغرب رجالة ما شاء الله يلبسوا لبس انا مش عارف ايه ده، اللي هو ايه ده بجد، انتوا بتتكلموا جد؟ يلبس مثلا كوتش مثلا قد كده، بنطلون اوفر سايز. عارفين الشنطه اللي طلعت ترند في الفتره دي للبنات اسمها توتي باج اعتقد، الاقي رجاله بيلبسوها. يا حبيبي انت مش يعني ده بيقلل، مش بيقلل ثقتك، ده بيشيل هويتك بمعنى الكلمه، رجولتك دي بتنخفض. يلبس لك تيشيرت مثلا مليان مليون لوجو، البس حاجه سيمبل اهي عادي، زي ما بطلع دايما. هات حاجه ملونه ماشي، ما تجيبش الوان فاقعه فيها بقى حاجات بقى ملفته والكلام ده، دي حاجه مش من شيم الرجال. الحاجات دي بتقلل منك انت كهيبه. طبعا انت لما قيمتك بتقل او رجولتك بتقل او الكلام ده، فده طبعا بالتبعيه ثقتك هتروح معاهم. حاجه كمان وهي انك تفكر بزياده. هو مفيش مشكله انك تفكر في حاجات الصح في خططك كده، بس انما ما تفكرش بقى تقعد تلوم في نفسك وانا ما عملتش واصل انا ومش عارف ايه والكلام ده. اللي حصل حصل، ايه اللي في ايدك تعمله دلوقتي؟ انك تتعلم من الماضي بس. خلاص انت هتعرف تغير، مثلا وقعت كوبايه وكسرتها، هتعرف تصلحها؟ مش هتعرف. تجيب كوبايه غيرها، ماشي. تتعلم انك ما توقعش الكوبايه تاني، ماشي. انك تصلحها، لا خلاص الموضوع خلص. معظم الاخطاء عامه ما بتتصلحش، تمام؟ انت بقى بتحاول ما تعملهاش تاني، تحاول تشوف مثلا ايه في ايدك تعمل حاجه مثلا تعدلها، اعملها بس. قوتك الحقيقيه اللي انت عليها دلوقتي، انت بتتفرج عليها دلوقتي، قوتك موجوده دلوقتي، ومعاك المستقبل ان انت تقدر تعدله. والله انت حابب ده، بتعيش عيشه حلوه، تقعد في مكان نظيف، تعيش عيشه رفاهيه شويه، ان انت تجيب الاكل اللي انت بتحبه، تجيب اللبس اللي انت بتحبه، فلازم تجتهد من دلوقتي. فالموضوع المستقبل بتاعك، بما ان احنا معظمنا عربي يعني وحالتنا الماديه مش احسن حاجه، بناء على اللي انت هتعمله دلوقتي، تمام؟ فملهاش لازمه تقعد تفكر في اللي حصل. اصلا انا ابويا ما سابليش، اصلا انا ابويا ما عمليش، اصلا انا ضيعت فرصه. خلاص انت لسه مولود دلوقتي، ودي في اي حاجه انت تعملها، تمام؟ فبالتبعيه لما تمسك فلوس هتلاقي ثقتك بتزيد، وطبعا الدنيا بتمشي معاك بيس. حاجه اخيره عايز اقولها، ان الثقه مش سمه شخصيه مثلا او حاجه بتكتسبها. الثقه دي بتيجي منين؟ نتيجه التزام، حدود بتفرضها، تعب بتتعبه، نجاح بتنجحه، فهم او علم بتتعلمه، يعني حاجه بيولوجيا فيك انت، تمام؟ انما مفيش حد اتولد لقى نفسه واثق في نفسه. اللي واثق في نفسه دايما هتلاقيه مثلا ناجح في حاجه،
بيتعلم بيتطور في اي حاجه. على فكره مفيش مشكله انك تبقى واقع في حاجه بس بتطور فيها بعدين. لو حاولت تطبق الحاجات اللي انا قلت لك في الفيديو دي، صدقني الثقه هتبقى امر لا مفر منه. انت نفسك هتلاقي نفسك واخد يعني، اوعى بس الموضوع يوصل معاك للغرور، عشان دي ساعات بتحصل معايا وبتسبب لي مشاكل.